التجارب الاقتصادية والمالية تبع المعلومات مؤكدة واردة إلى فصيلة الأبحاث التطوير الطالب الوسيلة مفادها الترويج كمية معتبرة من الزيت المغشوشة لمحركات المركبات. تم وضع خطة محكمة وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تفتيش 3 مستودعات. من خلال هذه العملية تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وحجز جرار طريقي بمقطورة شاحنة نوع هيونداي H100 حوالي 20,000 لتر من مادة الزيت محركات، 700 لتر من مادة المازوت ممزوجة بمادة الزيت، 800 غطاء صغير الحجم لبراميل زيت محركات، 100 غطاء كبير الحجم لبراميل زيت محركات، إضاخات ولوازم وكهربائية ويدوية تستعمل في عملية الغش. مبلغ مالي معتبر من عادة متاجرة في الزيوت يقدر ب 247 مليون سنتيم. على إثرها تم توقيف مشتبه الرئيسي في قضية خيانة الأمانة، الغش والتدليس في السلع، عرض ووضع للبيع منتوجات يعلم أنها فاسدة أو سامة أو خطيرة للاستعمال. كما نذكر السادة المشاهدين بضرورة الاتصال والتبليغ عبر الخط الأخضر المجاني 1055 أو على البوابة الإلكترونية www.ppgn.mdn.dz.